مدرستنا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفها في وسط بلادي، بتنمينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا. عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية. فرحتينا بتعلينا وبتاخدي دايما بإيدين ولادنا. مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي. Welcome back my dear student in our program مدرسة على الهوا. النهاردة إن شاء الله بنستكمل يونت 2. خلصنا الحصة اللي فاتت والحلقة اللي فاتت التركيب بتاع الميكروسكوب. كان معانا إلكترون ميكروسكوب واللايت ميكروسكوب. كان معانا سيل ديسكفري اللي هو إزاي تم اكتشاف الخلية، اللي احنا هنبدأ نتعرف على الكومبوننت of the cell النهارده، مكونات هذه الخلية. الجزء بصراحة النهارده بيولوجي بحت. يعني في الأول يونت كنا بنتكلم عن البايوكيمستري، يعني كانت البيولوجي مخلوطة بشوية كيمياء ومركبات. بدأنا ندخل على يونت 2 فكان لسه الكلام يعني إلى الحد ما بعيدا عن البيولوجي. بنتكلم إزاي هنفحص الخلية وإيه الأدوات اللي هنستخدمها. فعرفنا إن في معانا نوعين من الميكروسكوبات، اللايت ميكروسكوب والإلكترون ميكروسكوب. وما ننساش مجهود طبعا العلماء، نعمل ريفرشمنت كده على الحلقة اللي فاتت. كان معانا روبرت هوك والفيفر اوف ذا ديسكفري اوف ذا سيل. كان لروبرت هوك بعد ما فحص وهي اكزاميند ذا كورك لاير، المفروض طبقة الفيلين اللي احنا قلنا عليها الحلقة اللي فاتت، واكتشف وديسكفرد انها consists of small rooms. بعدين قال ان هيسميها سيلولا، وبعدين بدأت تتطور ويحصل لها is modified لكلمة سيل. بعد كده كان في عالم تاني اسمه ليفن هوك، برضو بدأ ان هو invented simple microscope، بس استخدم عدسات او lenses بتعمل magnifying طبعا up to 200 times، اكتر من 200 مرة. بس كان الفحص والاكزامينيشن بتاعه او he examined the liquids السوائل such as water and blood. واكتشف وهي discovered the life of microscopic living organism، يعني اكتشف حياة الكائنات المجهرية اللي بتتشاف بالميكروسكوب. اللي احنا قلنا عندي living organism consist of one cell، بنقول عليهم unicellular living organism. كمان كان في شلايدن وده قال ان all plants consist of plant cells. بعديه كمان كان في شوان وقال ان all animals consist of animal cells. وبعدين العالم فيرشو اللي he stated ان السيلز come from pre-existing cells، وما فيش خلايا تأتي من العدم، ولكن أصل الخلايا لازم يكون انقسام أو cell division، يعني السيلز come from pre-existing cells. وخدنا كل المعلومات وكل الاكتشافات دي وعملنا بيها نظرية اسمها cell theory، نظرية الخلية. وكان طبعا من خلال تعرفنا على اكتشاف والسيل ديسكفري عرفنا أهمية وذا importance of microscope. وعرفنا ان البدايه كانت بالسامبل مايكروسكوب، وبعدين كان في لايت اور كومباوند مايكروسكوب، وفاينلي في عندي الكترونيك مايكروسكوب. وفي النهايه عرفنا ان الالكترون مايكروسكوب في منه نوعين، سكاننج الكترون مايكروسكوب وترانسميشن الكترون مايكروسكوب. طب لو انا عايزه ادخل الى داخل الخليه، انا بقى عايز اشوف ايه هي المكونات، هبدا استخدم انهي نوع؟ هستخدم اكيد الكترون مايكروسكوب، والنوع اللي بنقول عليه ترانسميشن بمعنى الميكروسكوب الالكتروني النافذ، اللي احنا قلنا الحلقه اللي فاتت انه بيستخدم ويوزد الى اكزامينيشن اوف، بنفحص بيه الالترا ستراكشر او الانترنال ستراكشر اوف ذا سيل، التركيب الدقيق للخليه والتركيب الداخلي للخليه. النهارده هنتكلم عن اما اجي افحص الخليه ابدا بايه؟ اكيد هبدا باول جزء او الممبرين او السيل وول
كلامي كده بيقول ان احنا عندنا كلمتين نبتدي نفحصهم ونتكلم عنهم، السيل وول والسيل ممبرين. وكل مره هناخد جزء عايزين نعرف هل الجزء او البارت او الكومبوننت ده موجود في البلانت سيل والانيمال سيل ولا موجود في الاثنين. احنا على مدى طبعا حلقات كتير كنا بنجيب سيره البلانت سيل والانيمال سيل، فعندنا معلومه ان السيل وول موجود وبنقول is present in the plant cell، وبنقول ان هو is absent in animal cell، مش موجود عندي السيل وول في الانيمال سيل لكن موجود في البلانت سيل. وعارف من درس الكربوهيدرات ان السيل وول consist of، تمام برافو عليكم، السليلوز، وده يعتبر بولي ساكرايد او بنقول عليه كومبلكس شوجر. تعالوا نشوف كده خريطه او يعني بنقول ترتيب لتركيب او structure of the cell، وهنمشي ازاي في الجزء بتاع الالترا structure of the cell. تعالوا نشوف. عندنا هنا التركيب او السيل structure بنقول انها هتنقسم الى السيل وول والسيل ممبرين والبروتوبلازم. كلمة بروتوبلازم مش جديدة علينا، سمعناها في الكربوهيدرات، وعارفين ان البروتوبلازم بنقول ان هو is divided into nucleus and protoplasm. النهارده السيشن بتاعنا الحلقة بتاعتنا هنتكلم عن structure of the cell wall و structure of the cell membrane، وهناخد النيوكليوس كمان والمكونات والكومبوننت of the nucleus. وان شاء الله نستكمل الجزء بتاع الالترا ستراكشر اوف ذا سيل مع السيتوبلازم وما يحويه من اورجانلز. الاورجانلز اللي هي بنقول عليها عضيات، يعني تصغير كلمه اورجان، لان ما ينفعش اقول على الكومبوننت اوف ذا سيل كلمه اورجان. الستومك اورجان، سمول انتستين اورجان، لارج انتستين اقول عليها اورجان، برين اقول عليه اورجان، لكن ام ادخل الى مكونات وكومبوننت صغيره جدا داخل الخليه باطلق عليها او بسميها اورجانلز اللي هي تصغير كلمه اورجان. تمام؟ فاحنا هنا شايفين ان السيتوبلازم ده اللي هو جزء من البروتوبلازم هيتكون من non membranous organelles، يعني organelles هتكون ما عندهاش غشاء او بنقول انها organelles haven't membrane such as ribosome and centrosome. ومجموعه او group of organelles هنقول عليه membranous organelles، وده هيكون معناه ان organelles have membrane. ودول بقى عندي 6 مكونات: الاندوبلازميك ريتيكولم، جولجي بادز اور جولجي كومبلكس، لايسوسوم، ميتوكوندريا، فاكيولز، بلاستيد. طيب تعالوا نشوف الجزء بتاع شغلنا النهارده. المفروض ان احنا اول ما ندخل في تركيب والستراكشر اوف ذا سيل ابدا بمين؟ ابدا بالسيل وول. تمام؟ طب تعالوا نشوف صوره كده للبلانت سيل والانيمال سيل. ادي الانيمال سيل، المفروض ان طبعا اللي في النص بتكون اكثر وضوحا او بنقول انها is most obvious هي النيوكليوس. تمام؟ والاول ممبرين بيكون طبعا هو في البدايه خالص هو السيل ممبرين. ده كان الانيمال سيل بشكل عام كده. تعالى بس نشوف كمان بلانت سيل هنتكلم عنهم. البلانت سيل واضح كده من التركيب ان الجدار بتاعها اكثر سمكا، وده معناها ان فيها جدار اعلى من او بيكون اكثر سمكا من السيل ممبرين اللي احنا بنقول عليه سيل وول. تمام؟ ادي السيل وول وادي البلازما ممبرين. السيل وول ده كان is absent in the animal cell. تمام؟ لكن احنا شايفينه دلوقتي موجود عندي في الفيجر اللي بيوضح لي البلانت سيل. طيب عندنا السيل وول والسيل ممبرين. هنبدا الاول بالستراكشر اوف ذا سيل وول. زي ما احنا شايفين المفروض ان احنا عارفين الستراكشر بتاع السيل وول consist of سيليلوز، والسيليلوز ده يعتبر بولي ساكرايد او كومبلكس شوجر، وبنقول عليها فايبرز او مايكرو طبعا فيبرلز، يعني عباره عن ليفات كده دقيقه بيتكون منها السيل وول من نوع من انواع السكريات المعقده او الكومبلكس شوجر اللي بنقول عليه سيليلوز. طب السيليلوز ده اصلا المونيمر بتاعه ايه؟ المونيمر بتاعه الجلوكوز. زي ما احنا شايفين هنا الجلوكوز، عندنا وحدات الجلوكوز اللي موجوده اهي رابطه مع بعضها. انا سامعه كده طالب متميز بيقول انا عارف ان الجلوكوز ده لما هيربط مع بعضه، احنا اخدناها في درس الكربوهيدرات ان البوند دي اسمها جلايكوسيديك بوند، وكل ما بيحصل بوند بين تو موليكولز بيحصل ريموفال لووتر موليكول، بيحصل ازاله لجزيء ميه.
طبعا انا شايفه هنا عدد كبير جدا او large number of glucose، بنقول ان are linked together to form cellulose، وده مش جديد علينا لان احنا عارفين ان هو بوليساكرايد. ده الشكل اللي موجود. احنا هنا متخيلين عاطيني خلايا نباتيه او بلانت سيلز، بالميكروسكوب بيشاور ان ده الجزء اللي بنقول عليه اللي لونه بني ده السيل وول. فحصناه تحت الميكروسكوب فلقيناه عباره عن فيبرلز، الياف. الالياف دي اخدناها تحت الميكروسكوب وبدانا نفحصها كيميائيا، وبعد كده كمان عن طريق الميكروسكوب فوجدناها بالميكروسكوب انها فيبرلز. كيميكالي لقيناها انها كونسيست اوف جلوكوز موليكول. يبقى ده كده شكلا بالميكروسكوب، فحصا بالميكروسكوب. وهنا لما شفنا التحليل الكيميائي اثبت ان السليلوز عباره عن جروب اوف جلوكوز molecules which are linked together، تمام، to form cellulose اللي هو البوليساكرايد. طيب وبعدين بيقول هل بس السيل وول ده قاصر وجوده على البلانت سيل؟ لا، قال ان it's around the plant cells algae اللي هي الطحالب، الفنجايد الفطريات بعض منها، some type of bacteria بعض انواع من البكتيريا بيكون فيها السيل وول. خلي بالنا من الاسئله اللي بيبقى فيها all the following كل الاتي بيحتوي او contain cell wall except، وكتير جدا مننا ما بياخدش باله من كلمه except. and it's not present مش موجود في الانيمال سيل. يبقى احنا هنا حصرنا السيل وول ومكانه واللوكيشن بتاعه في البلانت سيلز، في الالجي، في الفنجاي، في بعض او some types of bacteria، وغيابه وابسنس اوف سيل وول فروم ذا انيمال سيلز. التركيب زي ما احنا اتفقنا السليلوز فايبرز. طب عايزين نعرف ايه الفانكشن بتاعه السليلوز، السيل وول اللي هو كونسيست اوف سليلوز. السيل وول زي ما احنا شايفين في الرسمه بتاعتنا، لو نرجع كده للخلايا النباتيه دي، واضح ان السيل وول بيدي شكل شيب للخليه، بيدي سبورت تدعيم، بيديها نوع من انواع البروتكشن. يبقى اول وظيفه او the first function of the cell wall انه it support the plant cell, it protects the plant cell, gives the plant definite shape، بيدي الخليه شكل محدد وثابت. تمام. ايه كمان هنعرف ان السيل وول من الوظائف بتاعته انه يسمح و allow the passage of substances from or to the cell، يسمح بمرور المواد من والى الخليه. طالما هيسمح بمرور المواد من والى الخليه يبقى هنسميها كده ظاهره اسمها fully permeability، يعني النفاذيه الكامله. النفاذيه الكامله ترجع للسيل وول، لان احنا كمان شويه لما نيجي ناخد السيل ممبرين هنلاقي عنده خاصيه مختلفه عن السيل وول. السيل وول يسمح و allow the passage of all substances، الميه عايزه تعدي ماشي، السولتس الاملاح ما فيش مشكله، اي حاجه عايزه تمر من والى الخليه ممكن يسمح لها السيل وول بالمرور. يبقى الخاصيه او الفانكشن اللي موجوده في السيل وول بتعتمد او depend on fully permeability اللي هي النفاذيه الكامله. يبقى لما نيجي نسال بقى السيل وول موجود فين؟ يبقى موجود في البلانت سيل، موجود في الالجي، والالجي ساعات يجيبها لي انها primitive plant نباتات بدائيه، في الفنجاي الفطريات some type of bacteria، لكن هو غايب والسيل وول is absent in the animal cell. طيب هو consist of cellulose. سبق وانا سمعت السليلوز في الكربوهيدرات انه complex sugar، وانه تابع belongs to polysaccharide، وان المونيمرز بتاعه الجلوكوز. طيب لما جينا ناخد الفانكشن بتاعه السيل وول عرفنا انه بيعمل protection، it protects the plant cell وsupport the plant cell وgive the definite shape، بيدي شكل محدد للخليه النباتيه، بلس ان هو بيسمح ويت allow the passage of substances from or to the cell، يسمح بمرور المواد من والى الخليه. وهنا نخلي بالنا من الخاصيه عشان بتيجي في الاسئله، طالما هيسمح بمرور المواد من والى الخليه بدون اي حساب يبقى هنقول على الخاصيه دي او الفينومينون دي، الظاهره دي هنقول عليها fully permeability، النفاذيه الكامله. تمام. طيب تعالوا نشوف التركيب بتاع السيل ممبرين. السيل ممبرين المفروض ان احنا درسنا طول ما احنا شغالين يونت 1 ومكملين، كنا عمالين نقول ان السيل ممبرين بيدخل في تركيبه كربوهيدراتس. تعالى كده نفتكر الامبورتنس اوف كربوهيدراتس، فكنا نقول ان الكربوهيدراتس enter in the structure of the cell membrane. تمام. بعدين دخلنا على الليبيدز فقلنا ان الليبيدز enter in the structure of
سيل ممبرين، يدخل في تركيب السيل ممبرين. وبعدين دخلنا على البروتينز، فقلنا برضو ان البروتينز enter in the structure of the cell membrane. اذا السيل ممبرين يحتوي على اغلب الاورجانيك موليكولز اللي احنا درسناها في يونت 1. طيب انا شايف هنا قدامي ان السيل ممبرين احنا بنرسمه دايما خط واحد، ولكن في الحقيقه هنا هنكتشف لما نشوفه تحت الميكروسكوب انه 2 layers، طبقتين. الطبقه اللي معموله قدامي بالازرق دي بنقول عليها طبعا 2 layers of phospholipids، وحضراتكم عارفين كلمه phospholipids ودرسناها تحت عنوان complex lipids، يعني نوع من انواع الدهون المعقده اللي احنا عارفين ان بيحصل ريبليسمنت للثيرد فاتي اسيد ويتحط مكانه الكولين والفوسفات جروب، كولين جروب والفوسفات جروب. يبقى احنا عندنا هنا 2 layers. طب فعلا هما 2 layers، ادي طبقه وادي الطبقه الثانيه. وبنقول انه كمان consist of protein molecules، ادي جزيئات الايه؟ البروتين. وبنقول ان البروتين molecules دي بتكون are embedded، بتكون مغموسه في الجزء بتاع ال2 layers of phospholipids زي ما احنا شايفين. وبنلاقي كمان ان اللايرز بتاعت الفوسفوليبيد مرتبطه مع بعضها او are linked together بالجزء اللي متلون عندنا باللون الاصفر ده، واحنا كاتبين هنا ايه؟ كوليسترول. يبقى انا عندي هنا في معلومه كده بدات تظهر ان انا عندي 2 layers of phospholipids، ده نوع من انواع الدهون complex lipids. تمام. وكمان بلاقي ان ال 2 layers of phospholipids بنقول are linked together، مرتبطين مع بعض، او الاجزاء بتاعتهم او البارتس are linked together by كوليسترول. وانا عارف ان الكوليسترول ده كان من الدرايفيتيف ليبيدز، من الدهون المشتقه. يبقى انا عندي نوعين من الدهون enter in the structure، او 2 types of lipids enter in the structure of the cell membrane or plasma membrane. الكوليسترول which belongs to the derivative lipids، والفوسفوليبيدز اللي بنقول ان هو belong to الكومبلكس ليبيد. طيب كمان قلنا البروتين ان هو are embedded in the 2 layers of phospholipid، وعايزين نعرف ايه الفانكشن بتاعت كل نوع من انواع المواد العضويه الاورجانيك دي. فعندي مثلا هنا الشكل اللي لونه ازرق ده، شايف الكوره دي ونازل منها الخيطين دول بنقول عليهم الكوره الزرقاء دي بنقول عليها هيد، ودول بنقول عليهم تيلز. يبقى اذا الفوسفوليبيد ده مكون من هيدز وايه؟ وتيل، رؤوس وذيول. طب ايه حكايه الرؤوس وايه حكايه الديول دي؟ قال ان الهيد دي بنقول من المواد الهيدروفيليك سبستانسز، من المواد المحبه للماء او اللي ممكن انها تذوب او كان soluble in water، وبالتالي دايما الاقي الرؤوس والهيدز دي بتواجه وفيس ذا aquatic medium، الوسط اللي هو اللي بره ده خارج الخليه، والوسط اللي ايه؟ اللي داخل الخليه. المفروض ان ده الجزء اللي بيمثل السيتوبلازم اهو زي ما هو كاتب، ادي السيتوبلازم. والسيتوبلازم هنعرف ان شاء الله السيشن الجاي انه من ضمن المكونات او بيحتوي او contains amount of water. يعني معنى كده ان الرؤوس دي اللي لونها ازرق كده الهالز دي بتواجه وفيس ذا aquatic medium، الوسط المائي. فالوسط المائي عندي هنا السيتوبلازم يحتوي على الووتر، وهنا خارج الخليه برضه هلاقي هنا في ووتر، فبالتالي الرؤوس بتلاقيها بتواجه هذه الايه؟ الاجزاء. اما التيلز اللي هي متجهه او بنقول ان هي towards inward، متجهه الى الداخل، تمام، دي بنقول انها هيدروفوبيك، يعني insoluble in water، لا تذوب في الماء. طيب عايزين نتخيل الكلام ده لان الشكل التركيب كده في الرسمه مش واضح. تعال نشوف التركيب عامل ازاي وازاي وصلنا للتركيب ده. احنا المفروض بنتخيل مع بعض ان احنا معانا دي السيل ممبرين او دي الانيمال سيل، وده السيل ممبرين، تمام. فالمفروض ان احنا بنرسمه خيط واحد، لكنه في الحقيقه تمام هاخد ده الاقيه تحت الميكروسكوب ان هو 2 layers، تمام. وطالما هو طبقتين يبقى انا هنا بتكلم عن ال 2 layers of phospholipids، فهلاقي ان هو مكون من هيد اهو. لو انا عايزه بقى اكبر الشكل ده، ادي الهيد وادي التيل، هيد تيل، نفس الكلام هنا هيد تيل. وهلاقي ما بين ال 2 layers of phospholipids في جزيئات
يبقى انا اللي برسمه ده مين؟ البروتين. وارجع اكمل تاني برضو التو layers of phospholipids head وتيل عشان ابسط الرسمه اللي كان شكلها صعب شويه ولكن هي سهله جدا. يبقى احنا عندنا دول طبقتين قلنا عليهم two layers of phospholipid، تمام؟ وعندنا جزيئات بنقول عليها البروتين، يبقى ده two layers من الفوسفو lipids، والازرق اللي احنا قلنا عليه ده جزيئات البروتين. طيب ايه اللي هيربط وهيخلي اللايرز دي او الهيدز والتيل دول ماسكين في بعض؟ هبص الاقي فيه جزيئات اللي هو كان رسمها لي بالاصفر في الرسمه بتاعتنا وهنرجع لها تاني، دي اللي هنقول عليها كوليسترول. كوليسترول يبقى احنا عندنا هنا كوليسترول، وعندي البروتين، وعندي two layers of phospholipid. ادي بروتين وادي كوليسترول، تمام؟ يبقى احنا عندنا هنا نمبر 1 ال two layers of phospholipids، نمبر 2 البروتين molecules، نمبر 3 الكوليسترول. يبقى انا حصرت التركيب بتاع السيل ممبرين في 3 كومبوننت، في 3 مكونات، تمام؟ عايزين نعرف بقى الفانكشن، ايه هي الوظيفه بتاعه السيل ممبرين. بس انا برضو بكرر تاني ان احنا نتخيل مع بعض ان دايما بنرسم دي الخليه جواها النيوكليوس اهي، وده السيل ممبرين. اخدت جزء منه اهو تحت الميكروسكوب فاكتشفت ان هو ما بنرسموش خط واحد، ده طلع كام؟ 2 layers. لما هو 2 layers خدنا ال 2 layers دول فحصناهم تحت الميكروسكوب الالكترون ميكروسكوب لقيناه consist of 3 component، 3 مكونات، ال 2 layers of phospholipids plus البروتين molecules والكوليسترول. طيب احنا لقينا ان الفوسفوليبيدز ده عباره عن فلويد وشكله زي ما يكون oil over water، كانه زيت فوق الميه. ولقينا ان هو طبعا زي ما اتفقنا كده هناخد واحده منهم ونطلعها بره نشوف مكونه من ايه. انا عندي ادي الهيد وادي التيل. طيب اتفقنا دي هنقول عليها هيد ودي هنقول عليها تيل. طيب ده قلنا عليه هيدروفوبيك، واتفقنا انها مواد كارهه للماء. اما الهيد بنقول عليها هيدروفوليك ودي مواد محبه للماء. هيدروفوليك. طيب تعالى بقى نشوف، بما عرفنا ان وضع او شكل السيل ممبرين حوالين السيتوبلازم كانه سائل او فلويد، والفلويد ده كانه اويل اوفر ووتر. طيب بالنسبه للبروتين ايه هيكون وظيفه البروتين؟ وظيفه البروتين انه هيشتغل في السيل ممبرين حاجتين. نمبر 1 identifying site، يعني مواقع للتعرف، عشان يعرف مين على مين، عشان يعرف الانزيمز الهرمون على التارجت سيل. المفروض ان احنا طبعا بنقول في برضو في الكيمستري واثناء ما بناخد عمليات حيويه وفيتال اكتيفيتي بتحدث داخل الخليه، بنقول ان علشان يحصل تعرف ما بين الهرمون والانزيم والخليه اللي رايح يشتغل فيها لازم تكون الخليه على سطحها في حاجه اسمها ريسبتورز. كلمه ريسبتورز يعني مستقبلات، يعني حاجه تعرف الانزيم ان انا الخليه الهدف اللي المفروض هتيجي تشتغل او يكون في تفاعلات عندي. مين اللي هيشتغل identifying sites، مواقع للتعرف؟ البروتين موليكولز، جزيئات البروتين. كمان البروتين هيشتغل ان هو جيتس يعني work as gates، هيشتغل بوابات، يسمح و allow the passage of substances from or to the cell، يسمح بمرور المواد من والى الخليه. يبقى عرفنا ان الفوسفوليبيدز اللي هو التو لايرز عامله كانها فلويد، سائل، والسائل ده يشبه الزيت، بنقول ان هو كانه شبه يعني او لايك الاويل اوفر الووتر، وده بيحيط وسراوند ده سيتوبلازم والمكونات بتاعه الخليه، الكومبوننت الاورجانيلز سواء كانت الممبرينس او النون ممبرينس.
وعرفنا كمان ان البروتين molecules which are embedded in the phospholipids layer بنقول ان هي الوظيفه بتاعتها نمبر 1 identifying sites، مواقع للتعرف علشان تعرف وتعمل identifying between الانزيمز والهرمون والتارجت سيلز والخلايا الهدف. وقلنا دلوقتي كمان الكوليسترول له وظيفه مهمه جدا، انه هيبتدي يربط ولينك بتوين الاجزاء والبارتس بتاعه الفوسفوليبيدز لايرز علشان يخلي السيل ممبرين از كوهيسيف يعني متماسك اند انتكت. وبالتالي لو حصل غياب او ابسنس، احنا بنفترض يعني افتراض غياب او ابسنس اوف كوليسترول، يبقى السيل ممبرين هيفقد او لوسز اتس كوهيسيف تماسكه. تمام. عشان برضو يبقى احنا كده جمعنا الثلاث مكونات وعرفنا الفانكشن بتاعه الايه الثلاث مكونات. طب عايزين نشوف كده فيديو يوضح لنا ازاي البروتين موليكولز ده كانه جيتس او ورك از جيتس يسمح allow the passage of substances from or to the cell. وسمع حد بيقول لي طب انا هفرق ازاي ما بين الوظيفه والفانكشن بتاعه السيل ممبرين والسيل وول؟ الاثنين فيهم كلمه او فيهم allow the passage يسمح بمرور، فيهم الفانكشن اللي بتقول يسمح بمرور او allow the passage of substances from or to the cell. بس خلي بالك انا قلت لك في السيل وول ان فيها phenomenon which is called polypermeability. تمام. لكن هنا بقى في السيل ممبرين هقول لك في خاصيه اسمها selective permeability، يعني النفاذيه الاختياريه. selective permeability. تعال نشوف مع بعض. هنا بيتكلم عن اللوكيشن بتاع السيل ممبرين ان هو سراوند ذا سيتوبلازم في البلانت سيل والانيمال سيل، والتركيب ان هو ثين ممبرين، وعندي طبقتين او تو لايرز اوف فلويد ان هو يشبه تركيبه طبعا سائل، طبعا زي ما احنا اتفقنا ان هو اويل اوفر ووتر، وعندي الاجزاء الهيدروفيليك والهيدروفوبيك تيلز والهيدز، وعندنا البروتين موليكولز شغال identifying او بنقول cell identification مواقع للتعرف، وجيتس بوابات. الكوليسترول هو اللي بيعمل على بقاء ومينتين cell membrane cohesive and intact. الفانكشن بتاعته زي ما احنا قلنا انه هيسمح بتغطيه السيل ويفصل وسيبريت الكونتنت فروم ذا سراوندينج ميديوم. يعني انا عندي خلايا جنب بعض، ايه اللي بيفصل مكونات الخليه عن بعضها؟ وجود السيل ممبرين. طبعا بيمنع prevent the spreading out of the protoplasm outside the cell، بيمنع انسياب البروتوبلازم خارج الخليه. بنقول ان هو perform main role مهم جدا في انه الدور اللي بيقوم بيه انه بينظم organizing the passage. شفت الكلمه هنا organizing، بينظم الباسج of substances، يعني مش بيسمح بالمرور كده، لا ده هيعمل selective permeability يعني نفاذيه اختياريه. هنا شكل اهو بيوضح ان البروتين دي جزيئات البروتين، ودي طبعا انتوا بقيتوا عارفين الاصفر ده الهيد والاحمر ده يعتبر التيل، ودي جزيئات او البروتين موليكولز اللي بنقول انها which are embedded in the phospholipids layers. وهنا زي ما احنا شايفين ان شغاله جيتس تسمح بمرور المواد او الكور دي كانها هي السبستانسز اللي بتدخل الى داخل الخليه. تمام. هنا هنبدأ نتكلم عن البروتوبلازم، فهنلاقي أوضح أورجنال هي النيوكليوس، وبنقول عليها هي the most obvious organelle، أكتر أورجنال واضح inside the cell، لأنها بتاخد دايما أو occupy the central of the cell، تشغل منتصف الخلية. طبعا زي ما احنا شايفين هنا احنا واخدين النيوكليوس واخدين فيها قطاع أو تي اس كده transverse section، فبنقول شايفين نيوكليولس دي النوية اللي هي تصغير النواة. ساعات كتير جدا طلبة بيتلخبطوا ما بين كلمة نيوكليولس ونيوكليوس، فنخلي بالنا. في الأول خالص في غشاء يشبه إلى حد ما تركيب السيل ممبرين اسمه نيوكلير انفلوب أو نيوكلير ممبرين، الغشاء النووي اللي هيفصل وسيبريتس between the component of the nucleus and the component of the cell. وفي عندنا الكروماتين ريتيكولم اللي هي الشبكة الكروماتينية الكوندنسد اللي هي مكثفة، ودي نفسها هي النيوكليوس. وشايفين ان في ثقوب اللي هي معموله باللون الاورنج دي بنقول عليها نيوكلير بورز، اللي هي الثقوب النوويه اللي موجوده على الغشاء النووي. يبقى اللي قدامنا دي نيوكليوس. كتير ممكن تيجي في الامتحان على ان ده الشكل اللي قدامي the opposite figure is nucleus، فمحدش يتخم فيها ويفتكرها انها ده سيل.
هعرف منين انها نيوكليوس؟ بمجرد ما اشوف ان في شيء صغير كده اللي هو شيء يشبه النواه بس اصغر منها بنقول عليه نيوكليولس، والتركيب الكروماتين ريتيكولوم الشبكه الكروماتينيه. وهنعرف الحصه الجايه ان شاء الله او في الحلقه الجايه ان القنوات او الكانكيولاي دي بنقول عليها اندوبلازميك ريتيكولوم، فطالما هي ماسكه في النيوكليوس هنعرف انها بتربط الايه النواه او النيوكليوس بالسيل ممبرين. تمام. لكن حاليا احنا مش عارفين عنها معلومات اللي هي الاندوبلازميك ريتيكولوم دي. طيب بالنسبه للستراكشر اوف نيوكليوس قبل ما ابدا فيه انا عايزه احط كده قدام حضرتك معلومه. احنا اخدنا ان السيل ممبرين والسيل وول الاثنين allow the passage of substances. سمعت مني اورال تو فينومينا، ظاهرتين. ايه هما؟ the first phenomenon كانت الفولي permeability ودي كانت خاصه بمين؟ بالسيل وول. و the second phenomenon كانت السلكتيف permeability ودي كانت تخص or belongs to cell membrane or plasma membrane. فانا هعمل كده مقارنه خفيفه كده ما بين السيل ممبرين والسيل وول في التركيب، في الاستراكشر، في الخاصيه اللي هي البرميابيليتي النفاذيه. مين عنده فولي بيرميابيليتي ومين عنده سيلكتيف؟ يعني ايه سيلكتيف؟ يعني السيل ممبرين عنده القدره وهاز ابيليتي تو سيلكت مين المواد والسبستانسز اللي ممكن انها تمر الى الخليه او تخرج منها، وده according the requirement of the cell حسب احتياجات الخليه. تعالوا نشوف كده مع بعض. عندنا ادي السيل وول وادي السيل ممبرين. ففي التركيب هنكتب هنا تمام سيلولوز. هنا هنكتب ايه في التركيب؟ هنكتب 2 layers of phospholipids. في عندنا البروتين، واخر حاجه الكوليسترول. طبعا في حد بيقول لي مش هنكتب الكربوهيدرات. لا، احنا عارفين ان الكربوهيدرات تعتبر من المواد او من الاورجانيك سبستانسز which enter in the structure of cell membrane، بس احنا هنحط المكونات الاساسيه اللي موجوده قدامي في الرسم او في الشكل. طيب بالنسبه للنفاذيه او البرميابيليتي ده كان بالنسبه للستراكشر. ده السيل وول بنقول عندها فولي permeability يعني نفاذيه كامله، اما السيل ممبرين عنده selective permeability يعني يتحكم. عشان كده كان قايل لي في الفانكشن انه بيعمل ايه؟ organize بينظم مرور او the passage of substances from or to the cell. السيل وول موجود في البلانت سيل only، وممكن اكمل بقى واقول الالجي والفانجاي وال some type of bacteria. اما السيل ممبرين فموجود في البلانت سيل والانيمال سيل. هنا ممكن يحصل برضو comparison between او compare between السيل وول والسيل ممبرين according the function حسب الوظيفه. فهنا هنقول انه بيدي او give the definite shape وبيعمل support وبيعمل protect، والفولي permeability ان هو allow the passage of substances from or to the cell. اما هنا هنقول انه surround the cytoplasm وبيمنع prevent the spreading out of protoplasm outside the cell، وانه طبعا بينظم organizes the passage of substances ناتج عن الخاصيه اللي اسمها selective permeability. تمام. تعال نشوف بقى بعد ما خلصنا السيل وول والسيل ممبرين ندخل على اكتر اورجنال واضح في الخليه. اول ما لو احنا رجعنا للصور كده بتاعت البلانت سيل والانيمال سيل اهو هنا واضح عندي هنا الايه؟ الخليه، وفي النص في عندي النيوكليوس اهي. تمام. دي البلانت سيل. طب نرجع كده للانيمال سيل برضو اهي اكتر واحده واضحه او the most obvious organelle. اكتر اورجانيل واضح في الخليه بيكون النيوكليوس لانها دايما occupy the center of the cell. طيب عايزين نعرف ايه هي المكونات بتاعتها. حقيقي الكومبوننت of the nucleus بنقول انه consist of 4 component.
مين هم دول؟ عندنا النيوكلير ممبرين، نيوكليوبلازم، بعدين نيوكليولس والكروماتين. نقول تاني كده، عندنا نيوكلير ممبرين خلاص او نيوكلير انفلوب، عندنا نيوكليوبلازم جايه حتى من كلمه سيتوبلازم بس بما انه داخل النيوكليوس فهنطلق عليه كلمه نيوكليوبلازم، وعندنا نيوكليولس والكروماتين. يبقى انا عندي 4 كومبوننت هم دول الكومبوننت اوف ذا نيوكليوس. طيب نرجع كده لوصف او description of النيوكليوس. فبنقول انها it has a طبعا spherical or oval shape، شكلها اما كروي او بيضاوي، وانها بتكون زي ما احنا اتفقنا في البدايه the most obvious organelle، اكتر organelle واضح تحت الميكروسكوب in the cell and can be easily seen under the microscope، تحت الميكروسكوب. الموقع بتاعها قلنا دائما او في الغالب بتكون بتشغل او occupy the center. زي ما بنرسم احيانا في البلانت سيل بنلاقي ان النيوكليوس بتشغل شكل او بتاخد شكل لاترال شويه او جانبي، علشان الساب فاكيول بتاعه الفجوه العصاريه في البلانت سيل بتكون occupy the large area، مساحه اكبر، ولكن في الغالب دايما بتكون موجوده in the center of the cell، في منتصف او مركز الخليه. نيجي للتركيب بتاع النيوكلير ممبرين. النيوكلير ممبرين، تعالى الاول نتكلم عن النواه. النواه انا بسميها البرين اوف ذا سيل، هي مخ الخليه. مخ الخليه ليه؟ اصل انا لما هاجي افحص النيوكليس دي هلاقي فيها الكروماتين ريتيكولم، والكروماتين ريتيكولم ده يحتوي على الدي ان اي، وانا درست الدي ان اي في يونت 1 وعارف ان من الفانكشن بتاعت الدي ان اي انه organizes all vital activities in the cell، بيتحكم وينظم كل العمليات الحيويه اللي بتحدث في الخليه. اذا الراس المدبره لكل ما يحدث داخل الخليه هي النيوكليس. طيب هاجي ابدا افحصها، هلاقي في الاول في غشاء اسمه نيوكلير انفلوب اور نيوكلير ممبرين، ويشبه الى حد ما او بنقول is similar to the السيل ممبرين. هو السيل ممبرين كان 2 layers، طبقتين. هكتشف برضو ان النيوكلير انفلوب ان هو كمان consists of 2 layers، طبقتين. وهلاقي ان الممبرين او النيوكلير ممبرين عنده او هاز بورز، عنده ثقوب. وانا مش مستغرب من ان هو عنده ثقوب، لان انا اخدت في يونت 1 في الدي ان اي ان الثقوب دي مين اللي بيطلع منها؟ تمام، الار ان اي. لما كنا بناخد جزء في الدي ان اي بيتكلم عن تكوين او بروتين سينثيسيس، تصنيع البروتين، كنا بنقول ان الدي ان اي شايل كود، شايل شفرات، والشفرات دي المفروض كل مره هنعمل الخليه هتعمل انزيم، هتعمل هرمون، هتعمل سيرتن بروتين. في عندي نيوكليك اسيد تاني هياخد الكود دي من على الدي ان اي اسمه ار ان اي، وكونسيست اوف 1 ستراند، مكون من خيط واحد. هياخد الشفره ويحصل ان الار ان اي كوبيز ذا كود فروم دي ان اي، وابتدي ان هو ينتقل وترانسفيرز، ينتقل خلال ايه؟ خلال او ثرو البورز الموجوده في النيوكلير انفلوب او النيوكلير ممبرين، هيروح للسيتوبلازم. يبقى اذا لازم تكون في نيوكلير بورز، لازم تكون في ثقوب نوويه to allow the passage of substances، عشان تسمح بمرور المواد from or to the nucleus، من والى النواه. من ضمن الحاجات اللي بتمر او الكومبوننتس، او ممكن نقول كمان الاورجانيك موليكولز، الجزيئات العضويه، الار ان اي. كمان شويه هنقول كومبوننت بقى كمان، مكون بيطلع ويخرج كمان، اللي احنا هنعرف الحصه الجايه اسمه رايبوسوم. الرايبوسوم ده واحد من الكومبوننت بتاعه الخليه، والكومبوننت اوف ذا سيل اللي له دور في تصنيع وبروتين سينثيسيس، تصنيع الايه؟ البروتين. وبرده تكوينه هيحدث داخل النيوكليوس. طب هيحدث داخل النيوكليوس، ولكن هو هيطلع في السيتوبلازم علشان يقرا الشفره والكود اللي موجوده على الار ان اي. يبقى احنا هنا محتاجين ان يكون النيوكلير انفلوب دايما عنده ثقوب او has pores، تمام، to allow the passage of يا اما المواد الكيميائيه او الاورجانيك molecules such as RNA من the nucleic acid، او هيسمح بمرور allow the passage of ribosome اللي هندرسها الحلقه الجايه ان شاء الله، ولها دور، والرايبوسومز have an important role in the protein synthesis، ولكن هيتم تصنيعها وتكوينها inside the nucleus، وعملها والاكشن بتاعها بيكون في السيتوبلازم. يبقى لازم تمر من خلال الثقوب والبورز اللي موجوده في النيوكلير انفلوب، تمام. يبقى اول حاجه عرفناها عن النيوكلير انفلوب انه 2 layers، طبقتين. تاني حاجه انه عنده tiny pores.
tiny pores اللي هي ثقوب ضيقه، عشان كده ما كانش بيسمح بمرور، او بنقول ان البورز دي don't allow the passage of DNA، لان ال DNA consists of 2 strands. تمام. اما ال RNA consists of 1 strand. طيب دخلنا شويه بعد النيوكلير انفلوب، لقينا ان في سائل كده جيلاتيني، او بنقول transparent gelatinous substance او fluid، وبنقول عليه نيوكليوبلازم. بيحتوي على ايه النيوكليوبلازم؟ النيوكليوبلازم contains النيوكليولس، تمام، بلس الكروماتين، الريتيكولم، الشبكه الكروماتينيه. تمام. طيب نيجي نتكلم عن النيوكليولس، هنعرف انها ممكن يكون الخليه او النواه النيوكليوس ممكن تحتوي او contain more than one nucleolus، اكتر من نيوكليولس according the type of the cell، حسب نوع الخليه. الخلايا اللي لها دور والسيلز اللي have an important role in the producing of proteins such as enzymes or hormones، هبص الاقي عندها large number of nucleolus، عدد اكبر من الايه، من النيوكليولس. ان انا لسه قايله من شويه ان احنا هناخد ان شاء الله الحلقه الجايه ان النيوكليولس دي مسؤوله او is responsible for، تمام، تصنيع وتكوين وفورميشن اوف رايبوسوم، والرايبوسوم ده بنقول ان هو has an important role in the protein synthesis. تمام. يبقى طالما له دور في تصنيع البروتين، اذا النيوكليولس دي هيكتر عددها في الخلايا اللي لها دور في تصنيع البروتين. زي ايه البروتينز؟ زي الانزيمز، زي الهرمون. تمام. نيوكليوبلازم طبعا عندنا النيوكليوبلازم ده شبيه للسيتوبلازم، جزء منه. بعد كده في عندي الكروماتين ريتيكولم. تعال نشوف كده مع بعض. ادي النيوكليولس وادي الكروماتين ريتيكولم، اللي هو عباره عن خيوط او فيلامنت، بنقول انها minute tangled filaments، بنقول are coiled around each other. ودي طبعا بتتفك الى كروموسوم، وبتكون شكلها عصبي او رود لايك structures، وبنطلق عليها كلمه كروموسوم. كلمه كرومو باللاتيني يعني ملون، وده لانها بتقبل الصبغات، لان الكروموسوم دي بتصبغ او بنقول انها stained بالبيزك دايز، تمام، بالصبغات القاعديه. ده شكل الكروموسوم زي ما احنا شايفينه، بيبقى واضح كده في مرحله اسمها ميتافيز. هنا عندنا وضع تاني الكروموسوم، ان هو بيتكون من 2 كروماتيد، طبعا 2 كروماتيد ومرتبطين مع بعض بالسنترومير. تمام. هنا شكل الدي ان ايه وهو بيلف حوالين الكور دي، لان احنا هنقول دلوقتي الكروموسوم كيميائيا بيتكون من البروتين اللي هو اسمه الهيستون، والمفروض ان ده الكور دي هي اللي تمثل البروتين، واللون الرمادي ده اللي عمال يلف ده عشان يقصر هو الدي ان ايه. تمام. اذا الكروموسوم بيتكون من دي ان ايه وبيلف حوالين بروتين، والبروتين ده هنسميه اسم الهيستون، وده مش جديد علينا، خدناه في البروتين، لان احنا قلنا ان الكروموسوم يعتبر conjugated بروتين. دي معلومات مش جديده علينا، ان بما ان الدي ان ايه شايل المعلومات الوراثيه والجيناتيك انفورميشن، فهيتحكم في الشيب، كنترول ذا شيب اند ذا ستراكشر اوف ذا سيل، واورجنايز الفيتال اكتيفيتيز، وهينقل وترانسفيرنج التريتس فروم طبعا parents to their children. ننتبه ان الكروموسوم مش دايما بيتكون من 2 كروماتيد في كل الفيسز، في كل الاشكال، ولكن هبص الاقيه ان هو دايما بياخد شكل ال2 كروماتيد عندنا are connected together بالسنترومير لحد مرحله الميتافيز. بعد كده في الانافيز والتيلوفيز بياخد شكل 1 كروماتيد وبيتقال عليه دوتر كروموسوم. فننتبه للنقطه دي وهنشوفها في سؤال. في البدايه بنقول ان قبل السيل ديفيجن بلاقي ان لا باين عندي كروموسوم ولا حاجه، لكن كتله من الكروماتين ريتيكولم، ولازم يحصل لها دوبليكيشن تتضاعف، وده كلام اخدناه في الاعدادي ان الدي ان ايه لازم يحصل له دوبليكيشن بيفور ذا سيل ديفيجن، قبل انقسام الخليه. نيجي بقى لمجموعه اسئله كده، بنقول which of the following substances بنقول determined the shape of corn plant cell. ما يشغلنيش هو بيقول لي نبات الذره ولا ايا كان، ولكن انا عارف ان اللي هيحدد هو مين؟ اللي هيحدد هو السيل وول. طب السيل وول تركيبه ايه من كل الكلام ده؟ سيلولوز طبعا، consist of cellulose only، فدي هتكون اجابتنا. question 2 the complex lipid، طبعا الدهون المركبه او المعقده، تمام، اللي داخله في تركيبه او entered in the structure of the plasma membrane، عارفينها هي مين؟ فوسفوليبيد.
السؤال اللي وراه عندي if the pores، لو كانت الثقوب اللي موجوده في النيوكلير ممبرين احنا قلنا عليها بتمرر النيوكليك اسيد زي الار ان اي او المركبات او المواد السبستانسز from or to the nucleus، حصل لها انها absent، انها were absent، ايه اللي هيحصل؟ the formation of ايه هيتوقف. ما هو معنى كده لو هي غابت مفيش دخول او خروج للار ان اي، يبقى مفيش تصنيع للبروتين، يبقى مفيش هنا بروتين synthesis، فهيكون الإجابة هيحصل stop للformation of protein. Question 4. The number of DNA molecules in a cell of a living organism that contains 10 chromosome. لو أنا عندي 10 كروموسومات حقيقي لازم نعرف إن كل كروموسوم فيه DNA واحد، وبالتالي عدد الكروموسومات اللي هيدهاني هيساوي عدد جزيئات DNA أو DNA molecules. فهو عاطيني 10 كروموسوم في مرحلة الأنافيز، يبقى احنا هنا هيبقى عندنا العدد 10 DNA. تمام. In the plant cell the nucleic acid RNA transfers to the cytoplasm. ازاي هينتقل ال RNA الى السيتوبلازم؟ لسه قايلين كتير الموضوع ده من خلال البورز اوف ذا نيوكلير ممبرين، من خلال الثقوب اللي موجوده في النيوكلير ممبرين او النيوكلير انفلوب. تمام. ودلوقتي بقى وقت الامتحان الالكتروني، واحنا نعمل تيست لنفسنا عن طريق ان احنا نعمل كوبي لللينك بتاع الاونلاين اكزام، ونحاول نعمل او بالكيو ار كود ناخد السكان كده على الكيو ار كود، ونبتدي ان احنا ندخل على الامتحان الالكتروني ونجرب نشوف احنا فهمنا الدرس وعرفنا نجاوب ولا ايه، ولا محتاجين نقرا تاني الدرس مره تانيه علشان المعلومات تتجمع وتترتب في دماغنا. بكرر تاني كده بسرعه، احنا هنا اتكلمنا عن اول درس بيتكلم عن الالترا ستراكشر اوف ذا سيل، بدأنا نخبط على الخلية فبدأنا نلاقي حاجة اسمها سيل وول، عرفنا تركيبها. دخلنا على باب تاني اسمه سيل ممبرين، بس لازم نعرف ان السيل وول دي ما كانتش موجودة في الانيمال سيل، كانت موجودة في البلانت سيل والالجي طبعا والفانجاي وسم تايب اوف بكتيريا. دخلنا على السيل ممبرين فعرفنا ان هو موجود في البلانت سيل والانيمال سيل. بدأنا ندخل بعد كده لأكتر حاجة واضحة في الخلية كانت النيوكليوس. عرفنا ان النيوكليوس دي بتتكون من ايه؟ من مكونات، قلنا 4 كومبوننت اللي هي نيوكلير ممبرين، وعرفنا حاجه اسمها نيوكليوبلازم ومن اسمها شبه السيتوبلازم، لكن بما ان الجزء من السيتوبلازم بقى داخل النيوكليوس اطلقنا عليه كلمه نيوكليوبلازم، وهو نفس الكلام اللي احنا قلناه وهنقوله كمان تاني الحصه الجايه او الحلقه الجايه ان شاء الله واحنا بنتكلم عن السيتوبلازم. هنقول ان هو برضو transparent fluid، ان هو سائل شفاف جيلاتيني، وبرضو النيوكليوبلازم قلنا عليه ان هو transparent gelatinous substance، مادة جيلاتينية شفافة بيحتوي على اورجانيل كده صغير جدا اسمه نيوكليولس مع شبكة كروماتينية اسمها كروماتين ريتيكولم. عرفنا ان دول الاجزاء الاولى اللي احنا بدأنا ندخل بيهم عشان نتعرف على الكومبوننت اوف ذا سيل. كمان من النقاط المهمة اللي قلناها في الآخر ننتبه ان شكل الكروموسوم دايما بيكون عبارة عن 2 chromatids are connected together بالسنترومير لحد الميتافيز، وبعد كده بيبقى 1 chromatid في حالة من أول التيلوفيز والأنافيز. فننتبه للنقطة دي، خدنا عليها سؤال لما جه سألني عن النمبر اوف DNA molecules كان قد ايه لما يكون في عدد 10 كروموسومز، فعرفنا ان العدد بتاع الكروموسومز بيبقى ايكوال للنمبر اوف DNA molecules. تمام. لازم كمان ان احنا نعرف الفرق ما بين السلكتيف permeability عشان هنلاقي اسئله بتكلمنا عن التو فينومينا اللي احنا خدناهم النهارده. في واحده كانت تابعه belong to cell wall والثانيه كانت بتتبع belong to cell membrane. cell membrane selective permeability والcell wall بنقول fully permeability. كده كان ملخص عام للجزء اللي احنا بدأنا نتكلم فيه التركيب الدقيق او الالترا ستراكشر اوف ذا سيل. ان شاء الله كده نتحضر بقى الحصه الجايه، هيبقى معانا رسوم كتير على الاجزاء اللي هندرسها داخل الخليه، لان هيبقى عندي السيتوبلازم بقى اللي هو قلنا برضو هنقول عليه تاني ترانسبيرنت جيلاتينيوس سبستانس، وهنبدا ندرس نوعين من الاورجانيلز اللي هم نون ممبرينس وممبرينس، ونعرف كل واحده فيهم هيبقى طريقه مذاكرتها ايه هي السايت موجوده فين، الاستراكشر، الفانكشن. ولو لاحظتم النهارده برضو كانت طريقه تناولنا للجزء ده بالطريقه دي. مسكنا السيل وول فكنا بنعرف
السايت بتاعه او اللوكيشن بتاعه فين. بعدين بنتكلم عن الاستراكشر، الترتيب بتاعنا كده التركيب، وبعد التركيب بنعرف الفانكشن. طريقه مذاكره الجزء بتاع السيل ستراكشر بالطريقه دي، كل جزء او each part in the cell لازم اقسمه الى 3 اجزاء. ايه هو اللوكيشن، السايت بتاعه موجود فين، بلانت سيل اور انيمال سيل، والستراكشر بتاعه التركيب بتاعه الكيميائي هيكون ايه، واخر حاجه الفانكشن بتاعته هتكون ايه. لازم انا اللي استنتج، وده بقى فكره النظام الحديث، اني انا استنتج ايه هي الديفرنسز الاختلافات، ايه هي السيميلاريتيز التشابهات، سواء كان مثلا خدنا مثال السيل وول والسيل ممبرين، فكان في تشابه في الوظيفه ولكن كان في اختلاف في الميكانيزم بتاع الوظيفه. تمام، كان في اختلاف في الاستراكشر في التركيب، كان في اختلاف في السايت، ان السيل ممبرين موجود في كل الايه السيلز، لكن السيل وول كان بنقول ان هو از ليميتد، موجود في البلانت سيل والبريميتيف بلانت such as algae. كمان من الحاجات اللي احنا قلناها وكانت مهمه وننتبه لها في الاسئله، خاصه هنلاقي عليها سؤال في الاونلاين اكزام، النيوكليولس وامتى بيزيد عددها. وممكن احنا بقى نبدا احنا نفكر ونعمل سؤال بالنظام الحديث. ممكن اعمل سؤال جراف بيتكلم عن الخليه وانتاجيتها، البروتكتيفيتي اوف بروتين والنمبر اوف نيوكليولس. تمام، يبقى لما اعمل علاقه او ريليشن بين النمبر اوف نيوكليولس والبرودكتيفيتي اوف بروتين ان ذا سيل وانتاجيه البروتين في الخليه، هيكون الجراف ده دايركت بروبورشنال، هيكون العلاقه هتكون طرديه، يعني ده يزيد ده يزيد، ولا هتكون ريفيرس، ولا هتكون عكسيه. طبعا لسه احنا قايلين ان ممكن النيوكليس تحتوي او contains more than one nucleolus، ممكن تحتوي على اكتر من نيوكليولس according the type of the cells، حسب نوع الخليه. كل ما كانت الخليه بتنتج بروتين such as enzyme او هرمون، ابص الاقي عندها large number of nucleolus. يبقى انا هنا عملت علاقه اهو او relation between the number of nucleolus و the productivity of protein او the protein synthesis اللي هي بناء البروتين او انتاج البروتين. يبقى هتبقى العلاقه زي ما احنا، ايوه سامعاكم، برافو عليكم، دايركت ايه بروبورشنال، هتبقى علاقه طرديه، ده يزيد ده يزيد. كمان ما ننساش حته النيوكلير انفلوب، الممبرين ده المفروض ان هو في ثقوب او بورز، واحنا سبق خدناه، فممكن نربط ما بين معلومه اخدناها في النيوكليك اسيدز اللي خدناها في يونت 1، ان البورز دي كانت تسمح allow the passage of RNA بعد ما بيحصل عمليه اسمها داخل النيوكليس، في عمليه اسمها تمام ترانسكريبشن. ده كان كده نهايه الجزء بتاعنا اللي احنا درسناه النهارده، وان شاء الله اقابلكم الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدرستنا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علي